تخيل يا صاحبي تكون بطل العالم في الملاكمة، الكل بيسقف لك والفلوس والشهرة كلهم حواليك من كل ناحية، وفجأة تلاقي نفسك محبوس في سجن روسي ما فيهوش غير الدم والعنف، وكل الناس بتتفرج عليك وانت بتقاتل جوه الحلبة. وفجأة هتقابل مقاتل محدش قدر يهزمه قبل كده، اسمه بويكا، الراجل اللي بيعتبر نفسه أجمد مقاتل في العالم. الملخص بتاعنا النهارده يا صاحبي بيبدأ مع جورج ايس مان تشامبرز، بطل العالم في الملاكمة للوزن التقيل. الراجل ده عايش في أمريكا وسط فلوس وشهرة وغرور، لحد ما بيتدبر له مؤامرة وبيتسجن ظلم في سجن روسي معروف انه جحيم. اول ما بيدخل السجن بيكتشف ان المكان ده مش عادي، المكان ده بيحصل فيه مقاتلات غير شرعية بس منظمة، والكل بيراهن على نجم السجن المقاتل الروسي يوري بويكا، اللي هو شايف ان هو اجمد واحد في الحلبة، وفعلا هو عنده مهارات وسرعة رهيبة ومحدش بيقدر عليه. فيقوم المسؤولين عاملين ايه بقى؟ يجبروا تشامبرز يدخل مقاتلة ضد بويكا اللي هو احرف لاعب في العالم. لكن اول ماتش كان متدبر له حطوا له مخدرات في الميه، وبويكا بهدله اشر بهدله، والهزيمه دي خلت كل الناس تفتكره مجرد ملاكم ضعيف قصاد واحد زي بويكا. تشامبرز هنا قرر انه ما يستسلمش، وبيقرب من سجين عجوز اسمه كرودز، واللي بيربطه بمقاتل يساعده يتدرب. ودي بدايه التحول الكبير. تشامبرز ما بقاش ملاكم وبس، بقى بيتعلم الركلات، الدفاع الارضي، وبيتعلم تدريبات صعبه جدا، وفي نفس الوقت بيتألم من رجله. بس مع الوقت بقى مقاتل كامل. وبعد كده بيجي اليوم الكبير، الماتش التاني بين تشامبرز وبويكا، وطبعا بتبدا المراهنات تشتغل، وشويه بيحطوا على بويكا وشويه يحطوا على تشامبرز. بس المره دي اللعب نضيف، ولا فيه مخدرات ولا الكلام ده بقى. في الاول بويكا مسيطر بضرباته السريعه، بس تشامبرز كان محضر نفسه وبيبدا يخلط بين قوه الملاكمه والتكنيكات الجديدة اللي اتعلمها. والقتال كان مولع جدا، والجمهور كله واقف على رجليه مش مصدق اللي بيحصل. وفي الاخر تشامبرز يدي بويكا ضربة تخليه ينهار، وبيثبت للكل انه مش مجرد ملاكم وخلاص، لا ده بقى مقاتل متكامل. بعد الماتش والادارة بتطلق سراحه، لكنه خرج من التجربة دي راجل تاني، اقوى بكتير واهدى بكتير واكتر نضج. اما بويكا فالهزيمة دي ما كانتش نهايته، بالعكس دي كانت الشرارة اللي خلته يطور نفسه ويبقى هو البطل الحقيقي في الأجزاء اللي بعد كده. والفيلم ده طبعا فضل علامة مميزة جدا للعالم كله بشخصية بويكا، اللي اتحولت بعد كده لأيقونة أفلام الأكشن. وفي نهاية الملخص يا صديقي، لو عجبك الملخص دوس لايك واشتراك واستنوا بقى الحاجات اللي جاية وكده يعني.